هنجيب كوباية من الرز المصري من غير ما نغسله ونحط عليه 4 كوبايات من المية، هنقلبهم ونرفعهم على نار عالية. أول ما يغلي كده هنوطي النار ونغطيه ونسيبه بقى يستوي يتشرب المية بالشكل ده. هنزل عليه ب2 لتر من اللبن، ومع الاستمرار في التقليب على نار أقل من المتوسطة هتلاحظوا إن اللبن عمال يتقل معاكم، لأن احنا ما غسلناش الرز وهنستفاد من النشا بتاعته. بعد تلت ساعة تقريبا هضيف كوباية من كريمة الحلويات السايلة، بتدي طعم حلو قوي، وكمان 4 معالق كبار من القشطة البلدي أو المعلبة، وهنقلب كمان 10 دقايق. هتلاحظوا برضو ان هو تقل اكتر. هنضيف بقى كوبايه من السكر، والسكر هنا هيبقى مظبوط قوي، لو عايزين تزودوا عن كده براحتكم. وفي الاخر خالص بضيف معلقه صغيره من الفانيليا و3 فصوص من المستكه، بطحنها مع شويه سكر واضيفها. المستكه بتدي طعم حلو قوي للرز بلبن، وده القوام المظبوط للرز بلبن، يعني ولا بيبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي. وانتوا بتغرفوه خلوا كده في نسبه وتناسب ما بين الرز واللبن، يعني ما تحطوش رز كتير ولبن قليل والعكس. بتسيبوه يبرد خالص بره التلاجة، وبعد كده لازم تغطوه قبل ما تدخلوه التلاجة علشان يعمل معاكم الوش الحلو اللي انتوا شايفينه ده. والاحسن تسيبوه 4 ساعات قبل ما تاكلوه علشان يبقى متماسك اكتر وطعمه حلو قوي. انا هكتب لكم مقادير كيلو لبن واحد علشان لو عايزين تعملوا كمية اقل. انا عملت كمية اكتر علشان انا وزعت منها، وطبعا بحس براحة نفسية كده، واكتر حاجة بتريحني لما بوزع من اكتر حاجة احنا بنحبها، خاصة ان آسر حبيبي الله يرحمه كان بيحب الرز بلبن بتاعي قوي. انتوا برضو لو عندكم ابتلاء وحاسين ان انتوا عايزين ترتاحوا شوية، اعملوا اي حاجة حلوة ووزعوها هتنبسطوا قوي.